ما كنتش قادرة أصدق إني هعمل اللي بعمله بعد وفاة جوزي. أنا عندي 47 سنة وعندي ولد وبنت، وجوزي توفى من 3 سنين، وكان محترم جدا وما كانش حارمني ولا حارم ولاده من أي حاجة. قبل ما يتوفى بسنة كنا مجوزين ولادنا الاتنين وعايشين أنا وهو في شقتنا اللي مأجرينها إيجار قديم. ومن بعد ولادي ما اتجوزوا بقى جوزي هو الحاجة الوحيدة اللي عايشة علشانها، وهو ونسي في الدنيا. أول ما جوزي بيروح الشغل ببقى قاعدة في البيت لوحدي وحاسة بملل وزهق فظيع، وببقى مستنياه يرجع من الشغل علشان يهون عليا الوحدة دي. لحد ما حصل اللي حصل من 3 سنين وجوزي توفى، وأولادي بقوا يزوروني كل شهر مرة، ده لو حد افتكرني. ما هو كل واحد خلاص، كل واحد بقى منه لحياته ومحدش فاضي، وأنا عايشة على المعاش بتاع جوزي. بس اللي اكتشفته إن الموضوع مش موضوع فلوس وبس. بعد ما جوزي توفى وبدأت أكون لوحدي، بدأت أحس إني بموت بالبطيء، ومحدش بينفعني ولا بيسأل عليا. وأنا وقت ما كنت متجوزة جوزي ما كانش بيخليني أختلط بحد، ولا ليا أي علاقات بأي ستات، ولا عندي أصحاب خالص. وده حسيته بعد ما بقيت لوحدي، وبقيت مقضية معظم وقتي مع التلفزيون والمسلسلات، يا إما على التليفون. بس من حوالي سنة بالظبط بدأ يظهر في حياتي شخص جديد، ومعرفش ازاي بقى شاغلني بالطريقة دي. الشقة اللي أنا عايشة فيها في الدور الأخير، والدور ده عبارة عن شقتين، والشقة اللي قدامي متوضبة بس ناقصها شوية حاجات كده ومقفولة. واللي كنت أعرفه من زمان إن الشقة دي بتاعت صاحب العمارة، ومعرفش أي حاجة تانية عنها. أنا من ساعة ما اتجوزت والشقة اللي قدامي دي مقفولة، لا حد بيدخلها ولا حد قاعد فيها. وكنت واخدة راحتي في الدور كله، وساعات بسيب الشقة مفتوحة لأني ساكنة في آخر دور والدنيا بتكون حر، فبسيب الباب مفتوح يعني علشان يجيبلي شوية هوا. لحد ما في يوم من الأيام سمعت صوت تخبيط في الشقة اللي المفروض إنها مقفولة من زمان. فأنا بصراحة خفت جدا، وفي نفس الوقت عاوزة أعرف مين الناس دي. بصيت من العين السحرية، لقيت شاب واقف قدام الشقة وفي ناس تانية جوه. بعدها بشوية الناس اللي كانت جوه في الشقة نزلوا، وأنا كل ده واقفة ورا الباب بشوف ايه اللي هيحصل، وبحاول أسمع بيقولوا ايه، بس طبعا ما فهمتش حاجة. بعد ما الناس اللي كانوا جوه مشوا فضل الشاب ده لوحده. قلت اما افتح الباب كده كأني بعمل اي حاجة واسأله هو مين، وهل هو اشترى الشقة ولا هو ابن صاحب العمارة مثلا، ولا هيأجرها. ما انا بصراحة مش عارفة، يعني مش عاوزة حد يقعد في الشقة اللي قدامي دي خالص علشان انا افضل قاعدة براحتي. المهم فتحت الباب وكان هو واقف جوه الشقة، والباب بتاع الشقة بتاعته مفتوح، ولقيته شاب كده عنده حوالي 35 سنة. فقلت له سلام عليكم، قال لي وعليكم السلام. قلت له هو حضرتك ساكن جديد هنا؟ قال لي أنا ابن صاحب البيت، بس كنت مسافر برا من وأنا عندي 20 سنة، والمفروض إن دي شقتي اللي أنا هتجوز فيها. قلت له ربنا يكرمك ويوفقك، ودعيت له. قلت له عموما أنا زي والدتك، لو احتجت أي حاجة ابقى قولي. ودخلت شقتي وأنا متضايقة بصراحة إن في حد هيقعد في الشقة، بس قلت مش مهم، بدل ما أنا قاعدة لوحدي كده على الأقل أحس إن في حد جنبي. بعدها بيومين نزلت أشتري حاجات من السوق، وكنت جايبة شنط كتير
وبالعافية وصلت بيهم لمدخل العمارة. نزلت الشنط من ايدي ووقفت اريح شوية. في الوقت ده لقيته جاي من بره. اول ما شافني واقفة كده في المدخل قال لي عنك يا طنط. قلت له ربنا يخليك يا حبيبي. تسلم يا رب. انا هقدر اطلعه. قال لي اقسم بالله ما يحصل. استريحي انت براحتك وانا هطلع اطلع لك الحاجة، وانت بقى اطلعي براحتك. وخد من ايدي الشنط وطلع بيهم. وانا بعدها بشوية طلعت، وانا على السلم قابلته وهو نازل، ولقيته بيقول لي انا رنيت الجرس علشان حد ياخد الشنط بس محدش فتح لي. قلت له ما هو مفيش حد، انا عايشة لوحدي. قال لي ازاي يعني عايشة لوحدك؟ انتي سنك صغير على كده. قلت له طيب معلش مش هينفع نتكلم كده على السلم، لما نكون فوق نبقى نتكلم براحتنا. وطلعت الشقة ودخلت الشنط، بس الكلمة اللي قالها لي عمالة ترن في وداني. لما قال لي انت سنك صغير حسيت ان في حد اداني امل للحياة، بعد ما كنت خلاص بدأت احس اني فقدت كل شيء. في نفس اليوم ده بالليل سمعت صوت الباب بتاع شقته بيتفتح. بصيت من العين السحرية لقيته لوحده، بس طبعا انا مفيش كلام بيني وبينه قوي علشان افتح واكلمه. بعدها لقيته هو بيخبط على الباب عندي، خبطة خفيفة كده. ففتحت له وقلت له انت ليه ما رنتش الجرس؟ قال لي بصراحة انا خفت تكوني نايمة ولما رن الجرس اصحيكي او ازعجك. بقيت اقول في سري معقول يعني في حد بيحس بالناس كده؟ قلت له لا انا صاحية. انت كنت محتاج حاجة؟ قال لي انا بس كنت عاوز اعرف يعني ازاي حضرتك وازاي عايشة لوحدك، وانا اسف جدا لو هتدخل يعني في خصوصياتك، بس انا الموضوع مضايقني. قلت له الموضوع بسيط جدا، انا كنت متجوزة وجوزي الله يرحمه توفى، وعندي ولد وبنت ومتجوزين، وكل واحد فيهم عايش في مكان. قال لي طيب هطلب منك طلب. قلت له اتفضل. قال لي اعتبريني زي ابنك التالت، واي حاجة محتاجاها اطلبيها مني في اي وقت، انا جارك ومش بعيد عنك. قلت له ربنا يكرمك يا حبيبي. وقلت له هو انت قدامك قد ايه ان شاء الله يعني وتتجوز وتسكن جنبي؟ قال لي والله انا لسه خاطب اول ما نزلت مصر، ومتفق على سنتين خطوبة اكون يعني وضبت الشقة فيهم براحتي. قلت له ربنا يكرمك ويكتب لك الخير، انا زي والدتك ولو احتجت اي حاجة تسألني عن اي حاجة او تاخد رأيي في اي حاجة مش هتأخر عنك. قال لي زي والدتي ايه؟ انت شكلك اصغر مني في السن اصلا، ما شاء الله عليكي. قلت له انت بتعاكس ولا ايه؟ قال لي لا والله بس فعلا شكلك صغير، اللي يشوفك ميديلكيش سنك خالص، واللي يشوفك يديلك حاجة يعني و30 سنة. كل ده واحنا واقفين على السلم، بس لما لقيته انسان ذوق كده قلت له طب اتفضل ادخل بدل الوقفة دي. قال لي لا والله مرة تانية، انا هنزل اشتري شوية حاجات كده. قلت له ماشي. سابني ونزل وانا عمالة افكر في كلامه اللي خلاني احس اني رجعت واحدة صغيرة عندها 20 سنة، وكنت طايرة من الفرحة بكلامه. وبقيت استنى اليوم اللي بيطلع فيه شقته علشان يعمل فيها حاجة عشان اتكلم معاه شوية، لان ده بقى هو الشخص الوحيد تقريبا اللي قريب مني. ومرة مع مرة ويوم مع يوم بقينا اصحاب، وبحكيله عن كل حاجة تخصني، حتى لو ابني مزعلني او بنتي مزعلاني بحكيله على كل التفاصيل، واعتبرته حد مني. وهو كمان بقى يحكيلي عن خطيبته وعن المشاكل اللي ما بينهم، وقد ايه هي انسانة بتحب نفسها ومش واقفة معاه ومش بتساعده في حاجة. وكان بيقولي ان هو عايز يفركش الخطوبة بتاعته، وانا رفضت وقلت له كل البنات كده، كل البنات دماغهم صغيرة، بكرة تكبر وتتعلم. قال لي ده انا على كده اتجوز واحدة كبيرة احسن.
على الأقل هتريحني ومش هتوجع دماغي. قلتله انت ترضى تتجوز واحدة كبيرة؟ قال لي اه طبعا ارضى. قلتله واحدة كبيرة قد ايه مثلا؟ قال لي لو 40 سنة، لو 45 سنة اتجوزها عادي. قلتله حرام عليك تتجوز واحدة عندها 40 سنة. قال لي هو حرام ولا عيب؟ قلتله لا مش حرام ولا عيب، بس انت برضو عاوز واحدة صغيرة في السن تفهمك وتحبك وكده. قال لي والله خطيبتي دي سدت نفسي عن الجواز اصلا كله، وانا مستحمل بس عشان ابويا وامي اللي كل شوية يقولولي انت سنك بيكبر وعاوزين نفرح بيك قبل ما نموت والكلام ده. قلتله بص كل حاجة هتبقى كويسة ان شاء الله، ما تشيلش هم حاجة وربنا هيفرجها. بعدها غاب عني كام يوم وانا معرفش عنه حاجة، وكنت قلقانة عليه ونفسي اطمن عليه، وللأسف ما كنتش خدت رقمه. وبعدها بأسبوع لقيت الجرس بيرن، بصيت لقيته هو. فتحت له بسرعة ولقيت وشه متضايق وزعلان وكأنه كان معيط وفي حاجة كبيرة عنده. قلت له طيب تعالى ادخل، هو في ايه؟ المهم دخل عندي وقفلت باب الشقة وقلت له مالك في ايه وايه اللي مضايقك؟ قال لي انا كنت بفركش الخطوبة وعملت خناقة كبيرة مع اهلي وابويا شتمني وطردني من البيت لان خطيبتي دي تبقى بنت عمي، وسبت لهم البيت ومشيت ومحدش يعرف انا فين، وقفلت تليفوني. قلت له طيب اهدى كده وكل حاجة هتتحل ان شاء الله. وبدأت اهديه وهو قاعد، لدرجة اني وقفت جنبه وحطيت ايدي على كتفه وبدأت اطبطب عليه لانه صعب عليا جدا. بس لما قربت منه وحطيت ايدي على كتفه حسيت بحاجات بقالي سنين ما حسيتهاش، بس كنت مبسوطة قوي وانا قريبة منه جدا. ورحت قاعدة جنبه علشان اطمنه. قال لي انا من ساعة ما جيت مصر وانا مليش حد اصلا، ولا ليا اصحاب ولا ليا حد، وحاسس اني مخنوق. قلت له بقول لك ايه، ربنا يخلي لك اهلك حتى لو في ما بينكم مشاكل بس هما موجودين، انما انا بقى اعمل ايه وانا عايشة لوحدي كده؟ ولقيت دموعي نزلت مني اول ما قلت الكلمة دي. قال لي ما انا معاكي اهو، اعتبريني اي حاجة انتي عاوزاها، وجربي تطلبي مني اي حاجة هعملها لك، انتي مش عايشة لوحدك ولا حاجة. وراح ماسك ايدي علشان يطمني، وده كان اجمل احساس حسيته في الفترة الصعبة اللي كنت عايشاها. فضلت سايباله ايدي وهو فضل ماسكها مش عاوز يسيبها. قلتله ايدي عجباك ولا ايه؟ قال لي قوي. وراح واقف قدامي وماسك ايدي التانية وراح موقفني قدامه. وكنت مكسوفة قوي في الوقت ده، بس ما كنتش قادرة اتكلم وهو قدامي لسه بيفتح ايده التانية علشان ياخدني في حضنه. بعدت عنه وقلتله اهدى كده، انت فاكرني انا واحدة سهلة عشان فتحتلك بيتي ودخلتك عندي؟ قال لي اقسم بالله انا ما في نيتي اي حاجة ابدا، انا كنت عاوز اطمنك اني معاكي لا اكتر ولا اقل، وعموما شكرا على احساسك ده. وراح ماشي ناحية الباب بتاع الشقة وفتح الباب ومشي. اتضايقت جدا من الموقف وفضلت ألوم في نفسي إن عملت كده، بس كان غصب عني، عمري ما حد لمسني أو قرب مني بالطريقة دي أبدا قبل كده. وفضل حوالي شهر مختفي، لا بشوفه ولا بيطلع شقته ولا عارفة عنه أي حاجة، لحد ما في يوم بالصدفة وأنا واقفة في البلكونة لقيته واقف تحت في الشارع. كان واقف قدام البيت وأنا ساكنة في الدور الأخير، وكنت عاوزة ألفت انتباهه بأي طريقة. رحت جبت مشبك من بتوع غسيلي ورحت حدفاه جنبه كده، وبدل ما يقع على الأرض وقع على العربية اللي كانت واقفة جنبه وعمل صوت جامد. والحمد لله إن ما كانش فيه حد في الشارع وقتها ومحدش خد باله. أول ما المشبك خبط في العربية لقيته بص لفوق وشافني، شاورتله بإيدي كده بالراحة علشان يطلع، بس للأسف فضل واقف. وبعد ساعة لقيته جالي. أول ما دخلته الشقة ورحت قافلة الباب بسرعة، وقعدت أتأسف له كتير قوي على الموقف اللي حصل مني المرة اللي فاتت،
وبدل ما هو اللي كان عاوز ياخدني المرة اللي فاتت، لقيت نفسي أنا اللي حضنته، وفضلنا واقفين ورا الباب كده كتير جدا واحنا في حضن بعض. إحساس إني ألاقي حد معايا وقريب مني بعد السنين دي كلها كان أجمل إحساس أنا حسيت بيه. وما كانش في نيتي أي حاجة والله، بس بعد كده بدأ هو اللي يطلب مني كده، ويقولي إن هو بيكون مبسوط وهو معايا، وأنا ما بقتش أحرمه من أي حاجة بيطلبها، لأن أنا برضو بكون مبسوطة بكده. وطبعا مرة مع مرة بنزود في الحاجات اللي بنعملها مع بعض، وعارفة إن ده ما ينفعش. وكنت فاكرة إن أنا خلاص بعد وفاة جوزي مشاعري